ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم في موضوع بيتعرض له عدد كبير مننا. هل واجهت قبل كده انك لما تقرأ كتب بمختلف محتوياتها او مقالات مش بتقدر بعد وقت معين انك تشرحها لحد ثاني او تفتكرها، بالرغم من انك وقتها كنت عارف الكلام بتاعها كان عن ايه وفي انهي سياق؟ يا ترى ليه صعب على معظمنا انه يسترجع المعلومات اللي اتعلمها قبل كده، وايه حل ده؟ احنا دلوقتي في زمن كله معلومات، بقينا من خلال ضغطة واحدة نقدر نوصل ونتعلم أي حاجة. عقلنا بشكل تلقائي مش بيدي اهتمام لكم الحاجات الكبيرة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا يوميا، ومش بيخزنها في الذاكرة الدائمة، وبالتالي مش بتثبت. مع الوقت فقدنا القدرة على تخزين المعلومات اللي تهمنا واللي نحتاجها، وبقينا بننسى بشكل أسرع. ممكن تكون بتفكر دلوقتي وبتقول أكيد يعني مستحيل إننا نفتكر كل معلومة بنقراها. الأكيد إننا مش هنفتكر كلمة بكلمة والمعلومات كلها بلا استثناء بشكل حرفي، بس تقدر تسترجعها وتشرحها بطريقتك انت لو اتبعت شوية خطوات هعرفك عليها. خلينا نتكلم دلوقتي ونناقش أهمية وقوة حاجة اسمها الإخراج الفعال في حياتنا. هديك مثال يبسط لك الأمور شوية. في مادة الرياضيات بيقدم لك وبيوضح لك قوانين معينة بنفضل ندرس فيها ونحفظها، بس بنلاحظ إنها مش بتثبت في دماغنا إلا لما نطبق عليها في مسألة أكتر من مرة. الإدخال إنك اتعرفت على القانون أو القاعدة المعينين دول، إن مثلا مساحة المربع طول الضلع في نفسه، والإخراج إن يجيلك شكل مربع ما ويديك المساحة بتاعته ويقولك قولي بقى يا عم طول الضلع إيه، أو يسألك بأي طريقة بحيث تطبق عليها بعد ما فهمته كويس جدا وبالتالي يثبت. الإدخال بيتمثل في استهلاك عقلك للمعلومات، سواء إنك بتتفرج على برنامج، تسمع بودكاست، أو تقرأ كتاب. كده انت بتقدم معلومات لمخك سواء هو عارفها بالفعل أو جديدة عليه. الإخراج الفعال بقى اللي يهمنا النهاردة واللي احنا محتاجين نسلط عليه الضوء، هو إنك تعبر عن المعلومات اللي دخلت دماغك دي في وقتها، تشاركها بشكل لحظي، زي إنك تقولها لحد، تعلمها له أو تشرحها له، تكتب عنها أو تلخصها. الطريقة الوحيدة اللي تقدر تغير حياتك بيها وتصنع تقدم في أي حاجة أيا كانت هي الإخراج الفعال. يمكن تكون بتقرأ عدد كبير من الكتب شهريا، أو بتقرأ أي حاجة عموما، بس طالما أنت مش بتطبق عليهم في وقتها، تلخصهم أو تتكلم عنهم مع حد، يبقى هتنساهم ومش هتستفيد بيهم. لازم ناخد بالنا من النسبة بين قد إيه بنقرأ وقد إيه بنطبق على الحاجات اللي بنقرأها. معظم الناس بتحقق حوالي 70% من الإدخال و30% إخراج وتطبيق على الحاجة، والمفروض يكون العكس أصلاً. بمعنى إنك لو هتقرأ على سبيل المثال 5 صفحات من كتاب وتلخصهم، تكتب أفكارك عنهم وملاحظاتك عليهم، أحلى مليون مرة من إنك تكتفي بس بقراءة 5 كتب كاملين. الكتابة هي أفضل وسيلة تعمل بيها إخراج فعال، بحيث إنها بتساعد إنها تقوي الذاكرة بتاعتك. لما تكتب بالورقة والقلم بتحفز مكان في المخ اسمه RAS، والاختصار حاجة اسمها Reticular Activating System. المكان ده بيفلتر كل المعلومات اللي مخك محتاجها علشان يشتغل، وبيقول لمخك إنه يدي اهتمام أكبر للحاجات اللي انت بتكتبها، وبيقول له يقلل الحاجات الكتيرة التانية اللي هو فاكر إنها ملهاش لازمة. بيدي أولوية كبيرة للحاجات اللي انت بتكتبها بإيدك عن أي حاجة تانية انت قرأتها. بعض الباحثين بيقترحوا شوية خطوات نعملها علشان نفتكر الحاجات اللي بنقرأها. أولهم إنك لو بتقرأ في كتاب مادي مش إلكتروني، اكتب في الكتاب الملاحظات اللي انت عايز تضيفها وخطط. استخدم قلم التظليل وظلل الحاجات المهمة في الكتاب اللي انت عايز تفتكرها عن غيرها. اعمل نوتبوك مخصوص علشان تكتب فيه الحاجات اللي انت استفدت بيها من الكتاب المعين أو الحاجة اللي انت قرأتها. وبالإضافة لكل ده، إن مشاركة أفكارك مع حد بتثبت المعلومات أكتر وأكتر. من الحاجات اللي بتساعد جدا إنك تفتكر المعلومات اللي بتقرأها هي استخدام المنتال لينكس، الروابط العقلية. معناها إنك لو عندك 5 نقاط عايز تفتكرهم، جمع حروف معينة من كل جملة فيهم عايز تفتكرها وكون كلمة، اربطها بحاجة انت عارفها، أو اعمل مثلا كلمة مضحكة بحيث دماغك ما ينساهاش. القراءة بصوت عالي بتساعد على الاستيعاب بشكل أكبر، بحيث إنك بتعمل لمخك إدخال سمعي وبصري. حاول تقرأ وإنت مرتاح، علشان التعب بيؤثر سلبا على قدرتك على التركيز. علشان كده اختار وقت للقراءة تكون حاسس فيه بالنشاط، بحيث تكون قادر إنك تستدعي المعلومات اللي قرأتها بشكل أكبر. المفتاح والخلاصة والحل للتذكر
هو إنك تستخدم كل اللي بتقرأه في حياتك، بحيث تخدع الدماغ إن دي معلومات مفيدة فهو يتذكرها ويجبر نفسه إنه يحطها في الذاكرة الدائمة وتفتكرها بسرعة وما تنساهاش أبدا. طيب ما أنت ممكن تقولي إن مش كل حاجة بقرأها أو أي كتاب مثلا عبارة عن حاجات علمية ونصائح. إزاي ممكن أطبق في حياتي حاجة زي رواية مثلا بحيث أفتكرها وما انساهاش؟ الإجابة هنا إنك تحاول تتأمل وتتفكر في معنى الرواية وتحاول تربطها بحياتك وتقارن منظور الكاتب بمنظورك في الحياة، وبالتالي تترسخ في ذهنك وتكون استفدت بيها على أكمل وجه. وافتكر إن كل ما ناقشت المحتوى اللي انت بتقرأه وعبرت عن أفكارك عنه، كل ما افتكرته بسرعة وترسخ في ذهنك أكتر وأكتر، وبقى من المستحيل إنك تنساه مهما مر من الوقت.